السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعينا على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. النهارده أنا جايبة لكم فكرة حلوة قوي عشان نحافظ على دبابيس الطرح. زي ما انتم شايفين كده الدبابيس دي بتضيع مننا بشكل رهيب، يعني كل شوية نحطهم في مكان وما نلاقيهمش. فأنا عاملة فكرة حلوة قوي، إن شاء الله هتستفادوا منها انتوا كمان. هوريكم هنعمل فيهم ايه دلوقتي، مش مكلفة خالص وهتحافظ لي على الدبابيس، مش هتضيع مننا خالص. الفكرة ببساطة محتاج ليها شايفين علبة الكبريت دي، طبعا كلنا عارفينها وموجودة في كل بيت. انا هفضي منها العيدان وهاخد بس العلبة ديت هي اللي انا هحتاجها معايا. زي ما انتم شايفين انا كده فضيت علبة الكبريت معايا اهو. بحتاج بقى ايه؟ بحتاج جزء من السفنج بس. زي ما انتم شايفين ممكن اجيب اللي هي السفنجة بتاعت السبونج بتاع غسيل المواعين دي واخد جزء منها، او اي قطعة سفنج تكون عندك. هنقصها على قد العلبة عشان انا عايزة احطها في العلبة. عايزاكم تكملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا انا هعمل ايه في العلبة دي. انا مش مجرد بس ان انا هعملها كده وان انا هحط فيها الدبابيس، لا، انا هقول لكم على فكرة حلوة قوي هتعجبكم عشان ما تقعش منها الدبابيس بقى كل شويه. ما انا لو حطيتها في الدرج برده ممكن تضيع مننا. الفكره ببساطه ان احنا طبعا لما بنرجع البيت، اي حد مننا بيرجع البيت مش عارفه كده، هي حاجه كده عاده عند البنات كلها وعند الستات. اول ما بندخل البيت قبل ما نقلع الطرحه بتاعتنا بنعمل ايه؟ لازم نروح قدام التسريحه، يعني 90% من البنات بيعملوها. يعني لازم نروح قدام التسريحه بتاعتنا ونظبط الطرحه الاول، او نظبط النقاب بتاعنا الاول او اللي احنا لابسينه قبل ما نقلعه. ليه؟ مش عارفه. يعني انا لاحظتها في ناس كتير، كنت مفكره انا لوحدي بس لقيت ناس كتير قوي بتعمل الطريقه دي. يعني لازم يروحوا قدام التسريحه كده ويظبطوا الاول الطرحه بتاعتهم وبعدين يقلعوها. مش عارفه السر في كده ايه. فانا عشان كده بقى هحط دي هلزقها على التسريحه. فانا هوريكم دلوقتي هنلزقها على التسريحه ازاي بحيث ان هي ما تبقى مكانها ثابت، ما تتحركش خالص. وبما اني اول ما برجع طبعا بدخل اغير الطرحه بتاعتي في اوضه النوم بتاعتي، فطبيعي ان انا احط الدبابيس فين؟ في المكان اللي انا مثبتاه ليها في التسريحه. هنا بقى بعد ما انا حطيت الجزء ده قبل ما اوديها التسريحه بقى ونشوف هنثبتها ازاي، حابه اقول لكم ان انت ممكن تزينيها بقى عشان تبقى شكلها جميل كده، لانك هتحطها في اوضه نومك. فممكن تجيبي بقى تزينيها باي حاجه عندك. ممكن تجيبي مثلا اللي هو السولتيب الملون ده وتعملي لها بس ايه شكل جمالي كده، منظر كده عليها بحيث انها تدي شكل جميل. ده اختياري بقى، انت تزينيها زي ما انت عايزه او كده بالشكل ده. حاجه بسيطه يعني بس هي هتديها شكل جميل وهتبقى شكلها حلو في الاخر. بس كده نقصها ده خلاص زيناها اهوت بحاجه بسيطه جدا، بقت شكلها جميل. يلا بينا بقى نشوف هنثبتها ازاي على التسريحه عندنا. زي ما انتم شايفين دي التسريحه بتاعتي اهي، شايفين في اجزاء ممكن اثبت عليها العلبه بتاعتي. طبعا لو انت التسريحه بتاعتك ما فيهاش جزء ممكن تثبتي عليه العلبه، ممكن تثبتيها على الحيطه جنب التسريحه على طول كده ماشي وكده ماشي. يلا بينا بقى نشوف هنثبتها ازاي. شايفين انا هجيب اللزق ده كده اهوت، هقص منه بقى. طبعا هو مش عريض قوي فانا هقطع منه جزئين عشان يبقى على قد العلبه كلها. وهاجي هنا ادي العلبه بتاعتي اهيت، هاجي هنا بقى ايه اثبت فيها اللزق بتاعي ده كده. وهاجي هنا بقى عندي اثبته فين؟ في التسريحه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين انا لزقتها اهو ثابته وماسكه خالص ما فيهاش اي حاجه. بقى زي ما قلت لك انت ممكن تحطيها على الحيطه لو ما عندكيش مكان في التسريحه تحطي فيها. بس بقى وبكل بساطه ما تدخلي اول ما ترجعي من بره وتقلعي الطرحه بتاعتك الدبابيس بكل بساطه هتروحي مثبتاها كده. فكرة بسيطة خالص وما بتخليش بقى الدبابيس تضيع منك خالص ولا تقعدي تدوري عليها كل شوية، وما كلفتناش اي حاجة.
لان مهما حطيتيهم في الدرج برضو بيضيعوا. ازاي؟ متعرفيش. كده بعيد عن ايد الاطفال وعن ايد ولادك. ممكن تعليها فوق شويه عشان ما محدش يطولها خالص بس. وشكلها ظريف، مش شكلها مش وحش ولا حاجه. وفكره بسيطه قوي حلينا بيها مشاكل ضياع الدبابيس الطرح. ودي كانت فكرتنا النهارده. اتمنى تكون عجبتكم وتطبقوها وتقولوا لي رايكم ان شاء الله. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشيروه مع اصحابكم وتضغطوا لايك لو عجبكم الفيديو. واللي مش مشترك على القناه يشترك على القناه وتابعونا على قناتي التانية بيتك وجمالك. اشوفكم فكره تانية ان شاء الله على قناه ابداعات ندى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.